كاينه مشاريع كاينه برامج غتبان، وكيف في نفس الوقت كاينه مشاكل. سيدي عثمان تعاني مشاكل كثيره، غير نمشي معك بنقطه بنقطه في كاين مشكل كبير هو مشكل انتشار الازبال. واحد النواب ديالك مؤخرا دار واحد التدوينه في الفيسبوك شفتها ربما واضحه بانه يحمل المسؤوليه لشركه النظافه وشركه التنميه المحليه. انتم كآلية كمقاطعه عندكم الحق بانكم تراقبوا هذه شركه النظافه والتفويض اللي عطاكم العمده مؤخرا. ايوا مزيان. كاين هذا المشكل ديال انا غنمشيو بنقطه بنقطه. كاين مشكل الازبال، كاين مشكل الباعه الجائلين، كاين مشكل غياب مساحات خضراء، غياب مرافق رياضيه نتحدث انها كاينه. نبقاو بالنقطه بنقطه. شنو واقع فيما يخص النظافه؟ علاش هاد واش الفشل في الشركه ولا فيكم نتوما اليه المراقبه ولا في دفتر التحملات ولا فاش؟ وعلى كل حال هو النظافه هو ماشي مشكل داخل تراب سيدي عثمان، وانما هو في الدار البيضاء. صحيح. جميع المقاطعات، جميع السلطات المحليه والاقليميه والجهويه حاسه، او المجالس المنتخبه، التردي الفظيع ديال مشكل النظافه اليوم في الدار البيضاء. فباش ندقوا ناقوس الخطر، بالامس كانت ندوه الرؤساء، كانت النقطه الرئيسه في النقاش هي النظافه، وكان استدعاء المدراء كل مدير الطاقم ديالو ديال الشركتين سواء تعلق ذلك بسيطه او افيردا، وكانت شركه التنميه للخدمات المدير ديالها اللي قدم واحد العرض، وكان الممثلين ديال جماعه الدار البيضاء اضافه الى رؤساء المقاطعات ديال الدار البيضاء كاملين. وقفنا على مشاكل حقيقيه. شنو المشاكل الحقيقيه؟ اليوم الدار البيضاء كتحاول دير التدبير ديالها في كل مجال بواحد العقلانه. لقينا هذيك البقايا ولا هذيك النفايات الصلبه ديال الحجار وديال الاتربه اللي كتكون وديال البنايات اللي كتكون منتشره. اليوم المجلس الجماعي بغى يدير ليه واحد التدبير معقلان اللي هي ناتجه على التجزئات، غادا تدخل في واحد القانون باش تعود الجماعه، باش يعود صاحب التجزئه يؤدي واحد الواجب مالي والجماعه تتكلف بنقل هذيك الاتربه، واللي هو خارج على هذا الاطار. غادا تكون له صفقه خاصه، تكون شركه خاصه اللي كتدور في الدار البيضاء عندها الاليات ديالها والشحنات ديالها اللي كتجمع، بخلاف هاد العمليه القديمه اللي كانت تتكلف شركه النظافه وكتدوزهم في واحد الميزان، ويكلف غير السنه الفارطه كلف 11 مليون سنتيم بيض. 11 مليون سنتيم 11 مليون سنتيم 11 مليار 11 مليار سنتيم 11 مليار سنتيم 11 مليار سنتيم. هذا راه قريب من 20% وزياده. وما يمكنش ترجع للمجلس في كل سنه وتقول له الكلفه ديال النظافه زادت والنظافه في واحد الوضعيه مترديه. اليوم حنا الا عندنا 60 مليار سنتيم كديها النظافه من الميزانيه ديال الجماعه ناهيك على المطرح، ما يمكنش ترجع للمجلس ودير واحد الاضافه وتقول خصنا نزيدوا راه ما كتقد شيء ودير واحد 15 مليار اخرى ولا. فلهذا خاص واحد التدبير معقلا. لقينا النظافه كاين عندها هذا المشكل، الا عندها اليد العامله ما بقاش عندها متوفره، اللي ما تمشى ما تعوض شيء، اللي تقاعد مشى شيء، اللي مرض ما كيتعوض شيء، الاليه اللي خسرت ما كتعوض شيء. هذه اشكالات عندها مع مجلس المدينه. هي تدعي ان مجلس المدينه انه كيدير لها العقوبات كثيره اللي كتقدر ربما في الشهر اللي فات ب5 مليون ديال الدرهم. طبعا داكشي عنده مبرر ديالو. الجماعه عن طريق المراقبين ملي كتلقى واحد النقطه سوداء ديال النظافه كتستدعي الممثل ديال الشركه وكيصوروها وكيوقع المحضر وكيعطيو واحد المده زمنيه باش تزول هذيك. الا ما زالش رجع هذاك المراقب ولقى باقا هذيك النقطه كيدير الجزاء ديالو. هذا الاشكال ديال النظافه هو اشكال قائم، واليوم راه المجلس الجماعي ولا السلطات الوصيه انهم واقفين على هذا الاشكال هذا باش يديروا له حلول نهائيه. وانتم على مستوى المقاطعه شنو ديروا؟ حنا على مستوى المقاطعه حنا ما كان جزء لا يتجزا من هذا الواقع. حنا كيتواصلوا بنا السكان، كاين اللي هو يدير وقفه احتجاجيه، كاين اللي في التليفون لا يرضيه الوضع. المراقبين ديالنا
وقفوا على هذه الحقائق ديال التردي ديال النظافه. حنا الان بصدد الدوره الاستثنائيه يوم 26 في هذا الشهر خاصه بالمشكل ديال النظافه، خاصه بمشكل ديال النظافه. خصنا نعرفوا فين غاديين، واش هذه الشركه غتستمر ولا الوضع غادي يبقى على هذا. خاص يتخذ القرار اللازم. انكم ترفعوا ملتمس بحال الشكل اللي داروا الناس ديال الحي الحسني لفسخ العقده مع الشركه، كاين هذا الاحتمال وارد يعني يطرح. هو كتعرف هذا اختصاص ديال جامعه الدار البيضاء. نعم. وانما نحن سنبرز سواء بملتمس ولا بقرار، سنبرز الحقائق ديال تردي النظافه داخل المنطقه اللي خصنا نمدوا به جامعه الدار البيضاء. اذا كان في الاليات، اذا كانت النوايا كاين تدمير هذا الواقع، هما باغيين النظافه تراجع، خصنا نبرزوا هذه القضيه. اذا كان في الاليات خصنا ديك الحقيقه علاش تراجعت النظافه خصنا نقدموها للمجلس الجماعي من خلال الدوره اللي غنعقدوا.